انتهت حرب طروادة. بعد 10 سنوات طويلة انتصر اليونانيون. أوديسيوس ملك إيثاكا تاق للعودة إلى وطنه، لكن رحلته لم تكن سهلة. إله البحر بوسيدون غاضبا من تصرفات أوديسيوس أقسم أن يجعل رحلته كابوسا مرعبا. وهكذا بدأت ملحمة أوديسيوس، رحلة محفوفة بالمخاطر في كل منعطف. ل10 سنوات أخرى سيظل أوديسيوس تائها في البحر، سيواجه محاكمات ومحن لا حصر لها، سيصادف مخلوقات أسطورية ويبحر في مياه غادرة. خلال كل ذلك شوقه إلى الوطن لزوجته بينيلوب وابنه تيليماكوس غذا عزيمته للبقاء. رحلة أوديسيوس هي شهادة على مرونة الروح البشرية، لكنها أيضا قصة تحذيرية تذكرنا أن حتى أعظم الأبطال يخضعون لأهواء الآلهة. رحلة أوديسيوس هي رقصة بين إرادته الخاصة والقوى الخارجة عن سيطرته. في هذا الصراع تترد موضوعات الملحمة حقا. كانت رحلة أوديسيوس محفوفة بالمخاطر. لقد واجه أكلة اللوتس وثمارهم المسكرة التي تعد بالنسيان. تفوق على السيكلوب الوحشي بوليفيموس، لكنه جلب غضب بوسيدون. احتجزت ساحرة الإلهة الجميلة سيرسي أوديسيوس ورجاله وحولتهم إلى خنازير قبل أن يكسب ودها في النهاية. غامر أوديسيوس حتى في العالم السفلي باحثا عن إرشاد من النبي تيريسياس. واجه صفارات الإنذار أغنيتهن الساحرة تغري البحارة إلى هلاكهم. أبحر في المضيق الضيق بين سكايلا الوحشية ودوامة كاربديس. هبط على جزيرة كاليبسو حيث أسره جمالها الخالد لسنوات. كل تحد اختبر دهاء أوديسيوس وقوته وعزيمته. قصة أوديسيوس هي معركة بين الإنسان والإله. بوسيدون غاضبا من إبلايندينغ عم أوديسيوس ابنه بوليفيموس يلقي بكل عقبة يستطيع حشدها في طريق أوديسيوس. إنه يجسد الطبيعة المتقلبة للآلهة وقدرتهم على مساعدة البشر وإعاقتهم. لكن أوديسيوس تساعده الآلهة أيضا. أثينا إلهة الحكمة والحرب تحبه لذكائه وشجاعته. إنها ترشده وتتدخل نيابة عنه. يعكس كفاح أوديسيوس الحالة الإنسانية العالقة بين رغباتنا والقوى التي غالبا ما تكون غير مرئية والتي تشكل حياتنا. الجزء الرابع: الطريق الطويل إلى الوطن، مملكة مستعادة. بعد 20 عاما طويلة عاد أوديسيوس أخيرا إلى إيثاكا، لكن محاكماته لم تنتهي. وجد مملكته مليئة بالخاطبين الذين يتنافسون على يد زوجته بينيلوب. كانوا يعتقدون أنه مات ضائع في البحر، لكن أوديسيوس متنكرا في زي متسول يستخدم مكره وقوته لهزيمة الخاطبين واستعادة مكانه الشرعي كملك. لم شمله مع بينيلوب وتيليماكوس هو أحد أكثر المشاهد المؤثرة في الأدب. إنه يتحدث عن القوة الدائمة للحب والولاء حتى في مواجهة الشدائد التي لا يمكن تصورها. الجزء الخامس: أصداء أوديسيوس. الأوديسة قصة خالدة، إنها قصة مغامرة ومرونة وروح بشرية دائمة. رحلة أوديسيوس هي استعارة لرحلاتنا الخاصة عبر الحياة. تذكرنا أن الطريق نادرا ما يكون واضحا. نواجه جميعا تحديات وإغراءات ولحظات من اليأس والانتصار. تذكرنا الأوديسة أن نستخدم ذكاءنا وشجاعتنا للتغلب على العقبات. إنها تعلمنا أهمية المثابرة والولاء والأمل. مثل أوديسيوس يجب ألا نتخلى أبدا عن رحلتنا مهما طال أو صعبت. الوجهة مثل إيثاكا الخاصة بنا تستحق دائم القتال من أجلها.